هل مر فينا وقت شعرنا فيه إننا عالقون في أزمة ومو شايفين أي مخرج؟ في تحليلنا هذا رح نستعرض رؤية محمد حجازي اللي بيقدم مسار عملي للخروج من الشدة للفرج. خلونا نتعمق في تشخيصه للمشكلة والحل اللي بيقترحه، وكل هذا مدعوم بقصص واقعية رح تكون مصدر إلهام لنا. خلينا نبدأ بهذه الكلمات، كلمات قوية ومؤثرة جدا. هي مو مجرد شكوى، لا، هي تشخيص لواقع صعب وشعور بالقلق من اللي جاي. لكن الأهم من كل هذا إنها بتعطينا بصيص أمل، لمحة عن مخرج موجود في داخلنا، وهذا هو جوهر الموضوع اللي رح نستكشفه اليوم. طيب خلونا الحين ندخل في الجزء الأول، فهم الأزمة وتشخيصها. يا ترى شو هي الجذور الحقيقية للمعاناة اللي بيوصفها المصدر؟ هل هي بس ضغوط خارجية ملنا يد فيها، ولا في شيء أعمق بكثير قاعد يصير؟ هذا هو السؤال المحوري اللي بيطرحه المصدر، ويمكن كثير منا بيطرحه على نفسه بينه وبين نفسه. ليش بنشعر بهذا الضعف؟ ليش الأمور كأنها ماشية بالعكس؟ المصدر بيقدم إجابة يمكن تكون غير متوقعة، وبتخلينا نبحث في مكان يمكن ما خطر على بالنا قبل. وهنا بالضبط بتصير النقلة الكبيرة في التفكير. فبدل ما ندور على عدو خارجي نلومه، المصدر بيدعونا نطالع في المراية. الفكرة الأساسية هي إنه السبب الحقيقي للي إحنا فيه هو نتاج مباشر لتصرفاتنا، لأفعالنا إحنا. الفكرة هنا جريئة شوي، يعني المشاكل اللي بنشوفها حوالينا سواء كانت ديون، أمراض أو نزاعات، هي مو مجرد صدفة أو حظ سيء. حسب منطق المصدر هي انعكاس مادي ومباشر لأفعالنا. كل مشكلة بنشوفها هي مجرد عرض لمرض أعمق جذره موجود في سلوك معين. وهنا التشخيص بيصير أدق وأوضح، ما عاد الكلام عام عن الذنوب وبس. المصدر بيحط إصبعه على جروح معينة، الربا، الغيبة، الظلم وغيرها من الأمور. بيعتبر إن هذه الأفعال هي المحركات الحقيقية للأزمات، وهذا بيخلي المشكلة قابلة للتعريف وبالتالي قابلة للحل. طيب بعد ما فهمنا تشخيص المشكلة، خلونا ننتقل لمحور تاني مثير للجدل. كيف بتعامل الإرشاد الديني اللي بنشوفه اليوم مع هاي الأزمات؟ هنا المصدر بوجه نقد حاد جدا للحلول التقليدية اللي تطرح. هذا الاقتباس يعني بيعبر عن صرخة إحباط حقيقية. النقد هنا مو موجه للمعرفة الدينية بحد ذاته، لا، هو موجه لطريقة تقديمها. لما يتحول الدين لمجرد قائمة من حلال وحرام بدون ما يلامس هموم الناس الحقيقية ويقدم لهم حلول لواقعهم، بيكون فقد جوهره. الاقتباس بيصور فجوة مؤلمة بين النصوص والواقع اللي الناس عايشينه. إذن هذه هي النقطة الأساسية. المعرفة النظرية لحالها ما بتكفي أبدا. المصدر بيرى أن المشكلة الكبرى هي لما يتم تقديم إرشادات من أشخاص ما عاشوا معاناة الناس وما جربوا الحلول بأنفسهم. النصيحة اللي ما بتطلع من تجربة حقيقية بتضل مجرد كلام في الهواء، ما بتقدر تبني جسر فوق حفرة اليأس. طيب بعد تشخيص المشكلة ونقد الحلول الموجودة، جاء الوقت للكشف عن الحل اللي بيقدمه المصدر. هنا بننتقل من التنظير للتطبيق ومن الشكوى للفعل. يا ترى شو هو مفتاح التغيير؟ ضروري جدا نفهم هذا التعريف بعمق. الاستغفار في هذا السياق مو مجرد كلمة بتتردد على اللسان، لا، هو بيقدم كأداة عملية، كقانون كوني. هو آلية مباشرة لعكس المعادلة الصعبة، تحويل الشدة لرخاء والضعف لقوة. هو مو طقس سلبي، بل فعل إيجابي فعال بيجلب البركات بناء على وعود إلهية واضحة. الكلام النظري دائما حلو، لكن هل هذا الشيء بينفع فعلا على أرض الواقع؟ في هذا القسم رح ننتقل من المفهوم للدليل الملموس. رح نسمع شهادات حقيقية من أشخاص طبقوا هذا المنهج وشافوا نتائج حقيقية في حياتهم. هذه الكلمات المؤلمة جاية من سيدة من المغرب، بتوصف حالة من اليأس التام، شعور بأنها محبوسة في سجن من الديون الربوية ومو قادرة تطلع منه. هذه الصورة القاتمة هي نقطة البداية لرحلة تحول مذهلة فعلا. اللي بنشوفه هنا مو مجرد أمنيات، هذه خطة عمل واضحة ومنظمة. التغيير ما جاء صدفة، بل كان نتيجة التزام يومي بخطوات عملية محددة. وهذا بيعلمنا درس مهم جدا، التحول بيتطلب جهد وانضباط ومثابرة. وهنا بنشوف النتيجة المدهشة، تحول كامل من العجز والديون إلى الاكتفاء والبركة. هذه القصة مو مجرد حكاية، هي دليل حي على الفكرة الأساسية. تغيير السلوك الداخلي والروحي ممكن يؤدي إلى تغيير مادي ملموس في الواقع الخارجي. القصة الثانية بتعطينا منظور مختلف، التأثير التدريجي والمستمر على المدى الطويل. بنشوف هنا كيف إنه الالتزام ما غير حياة هذا الشخص بس، لا، بل حوله من شخص ضايع بدور على إجابات إلى مصدر إلهام وإرشاد للآخرين. كانت رحلة تحول كاملة أخذت 2 سنين من الالتزام. طيب بعد كل اللي شفناه وسمعناه،
نوصل الآن لزبدة هذا التحليل. شو هي الرسالة النهائية؟ وشو هي الخطوات العملية اللي ممكن نبدأ فيها اليوم؟ هذا القسم بيركز على المسؤولية الشخصية. هذه المقارنة بتلخص كل شيء ببساطة وعمق. بدل ما نقعد ننتظر القادة يتغيروا أو الظروف تتحسن من حالها، المصدر بيدعونا نقوم وناخد مفتاح التغيير بإيدينا. الرسالة واضحة جدا، التغيير الحقيقي ما بيجي من برا، هو بيبدأ من جوا. وهنا الفكرة تتحول لخارطة طريق عملية، هي دعوة صريحة لفحص ذاتي صادق وبعده تغيير فعلي. الخطوات واضحة، ابدأ بنفسك، وقف السلوكيات الضارة وتبنى ممارسات إيجابية. هذا هو الطريق للنهضة سواء على المستوى الشخصي أو الجماعي. ونختم بهذه العبارة الملهمة اللي بتجمع كل خيوط هذا التحليل. هي بتأكد على حقيقة أساسية: قوة التغيير الجماعي تكمن في مجموع التحولات الفردية، والمفتاح لهذا التحول الفردي هو طلب المغفرة بصدق. هذا بحسب المصدر هو المسار الحتمي للنهضة اللي جاية. ونترككم مع هذا السؤال المفتوح، هو ما بيقدم إجابة سهلة، بالعكس هو بيحط الكرة في ملعب كل شخص. إذا كان التغيير بيبدأ من الداخل، فشو هي أول خطوة لازم يتخذها الإنسان ليبدأ رحلة الفحص الذاتي الصادق؟ الجواب ما بيملكه أحدا إلا صاحب الشأن نفسه.